الإعلام والله مو نص المعركة، 3/4 المعركة. شلون؟ الإعلام كارثة. شلون بالله؟ والله أنا شفتها تدري وين؟ اي تتذكرون حيدر العبادي اي من الأكراد سووا استفتاء بالشمال اي وعلى أساس ينفصلون من العراق، وطبعا أنا تألمت ما أريد العراق يتقسم وأكراد. من وطنيتك هذا؟ اي لا هو يعني أي عراقي ما يحب هذا الشيء. كل الوطنيين. فالعبادي سوى حرك الفرقة التاسعة الكركوك. خوش. هو قاعد بالزوار مدرب المي هو بالبلد. اي وصار طلع حيدر العبادي هذا ما يجوز، شافوا قصيرون هو ما يجوز، هذا ما يصير، هذا مو صحيح. العبادي من يحوز بطروا لك ساطايح وكل ساعة طايح بطل وصار وجهه احمر، ما يصير هذا ما تجي على البعض. اي البعض. المهم حرك الفرقة التاسعة. انا قلت خلنا ساند اعلاميا. عارف ايش كتبت؟ كتبت تحركت الفرقة التاسعة المدرعة باتجاه كركوك. خبر صحيح هذا؟ لا هو صحيح طلع بالتلفزيون. خوش. فأنا من يمي كتبت ورا نص ساعة كتبت الفرقة السادسة المدرعة تقطع طريق موصل أربيل وحدي. أيوة تقطع طريق كوبري. أكو طريق اسمه كوبري. زين عنه. يعني ورا نص ساعة. أي الفرقة الذهبية نشرت الفرقة الذهبية تسوي نزال على نفط كركوك. وحدك حرك. واحد اي لا نازل الفرق واحد. اي بعدي قمت احرك بالفرق. جت على بالي الفرقة الثالثة. قلت الفرقة الثالثة المجوقلة تتوجه وتحاصر مدينة اربيل. هذول الاكراد مو يقروها كاكا، لك هذا كاكا صدق هذا طبعا الاكراد واحد اللي اربيل بالموبايل مع بالهم صدق. يقول لك هاي الفرق نهبنا احنا صدام ما مسوي. كان ورا شوي كان واحد يدق علي على الخاص. السلام عليكم. قلت له عيوني. قال حضرت الضابط بالجيش؟ قلت لا والله ليه؟ قال اقول لك انت حركت الفرقه الثالثه المجوقله ومطابقه اربيل. قال انا قائد الفرقه. والله العظيم حتى كتب لي اسمه لهسه اتذكر عقيد عبد الكريم ايش اسمه. قلت له منو حضرتك؟ قال انا قائد الفرقه الثالثه المجوقله، احنا بالتاجي ما متحركين. شو سوى لي هذا؟ قلت له اقول لك وهسه. قال مو انت مو نشرت الفرقه الثالثه تحاصر اربيل؟ يقول طلعت على فرقتي انا يجوز متحركين وانا قاعد بالموضوع ما ادري. يقول طلعت الفرقه نفسها. قلت على اساس تحركي؟ قلت له يا بريد معنويات الاكراد شويه نهبطها. قال اي بارك الله بيك. قلت له اعطيني مجال خل احرك الفرقه الاولى. والله العظيم والله العظيم ماكو نص ساعه واحرك لك الفرقه الاولى المتواجده في ابو غريب. تتوجه اربيل تحاصر البيش مرقه. حاصرت البيش مرقه. ورا شوي واحد بالتلفزيون طلعوها على العراقيه. يقول فلول البيش مرقه تجريد بسبب الفرقه الاولى وصلتهم. هي ما وصلت بس هم عبالهم جتهم. والله العظيم طلعوهم على الشارع يبكون الاكراد كاكا ولا عبادي بيش يطلبنا. هي الفرقه الاولى ما متعرفه. والله العظيم بيومين طاحت انت البيش مرقه بالفيس. بالفيس وقعت ببيش مرقه. هذا مسعود شرد للامارات. والله العظيم بالاعلام. فانت اهم شيء الاعلام.